تعود الإثارة من جديد مع انطلاقة الدوري المحلي السعودي، فقطبا جدة استعد جيدا للعودة لغمار المسابقات. الأهلي السعودي افتتح موسمه بكأس السوبر السعودي بعد أن اختتمه بكأس الدوري والملك. هذا منجز فريد يحسب للنادي الأهلي تاريخيا ودافع أكبر في المواسم المقبلة. الأهلي ربما كان يقع تحت الضغوط بتأخره عن تحقيق الدوري خلال 32 عام. بحمد الله هذا الضغط حلت عقدته في هذا الموسم بحمد الله. بعد أن حلت العقدة الأهلي سيقدم ما هو أفضل وأجمل بكثير إن شاء الله خلال الموسم القادم. بدأ الأهلي ترتيب موسمه بالتعاقد مع المدرب غوميز الخبير في الدوري المحلي، وتعاقد مع البرازيلي لويز كارلوس كمحترف الرابع بعد أن استقر على الثلاثي السومة وعبد الشافي وفتفا. لماذا كان هذا الاستقرار العناصري تحديدا على مستوى اللاعبين؟ لأن الأهلي بالمفهوم العام كوش على معظم اللاعبين الأبرز في الدوري السعودي، لذلك اقتصرت التغييرات تقريبا أو الإضافات على تقريبا 2 إلى 3. أما بحكاية المدرب فيعتبر لا زال الوضع مستقر. السيد كريستيان جروس صاحب المنجز مع النادي الأهلي، المنجزين، أوعز، هو من أوعز ونصح ب غوميز لأنه كان الأصعب على مستوى الدوري السعودي وكان الأصعب على غوميز نفسه، وغوميز كان يعرف الأهلي جيدا. الغريم الآخر في جدة نادي الاتحاد السعودي، كل شيء يبدو جديد، الإدارة والمدرب والمحترفين، وكأن الحال يقول سنعود من جديد. طبعا بلا شك يعني الاتحاد مقبل على موسم جديد، كل شيء في الاتحاد جديد، أحد جديد الآن في نادي الاتحاد، بدءا بالإدارة مرورا بالجهاز الإداري. على المستوى الفني مدرب جديد، لاعبين أجانب بالكامل، 4 لاعبين يمثلوا 60% من قوة الفريق، بالإضافة للاعبين محليين أيضا تم استقطابهم وتدعيم صفوف الفريق فيهم. معسكر الاتحاد كان في جدة، ومن ثم إلى تبوك للمشاركة في دورة تبوك الدولية بعد أن خاض عدد من المواجهات انتهت بالمركز الثالث. يأمل جماهيره في أن تعود الألقاب مع صاحب الثلاثية أحمد مسعود. الإدارة الآن تعمل على تجهيز معسكر خارجي، أعتقد راح يكون في أوروبا، والأقرب إلى الآن هي إسبانيا. أنا أتصور أنه بطولة تبوك الودية كانت فرصة كبيرة لنادي الاتحاد. أهم نادي استفاد من هذه البطولة أنه تعرف حتى لو أقمت معسكر في جدة في النهاية ما راح تحصل على مباريات ودية قوية مثل اللي حصل عليها الفريق سواء أمام النصر السعودي أو حتى فريق الإنتاج الحربي. تنتظر الجماهير البداية والإثارة، كل مشجع يمني النفس بأن يكون فريقه عريسا في منصة البطولات. محمد الرزقي، بي إن سبورتس، جدة.